السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. هنعمل النهاردة مع بعض الجلاش بطريقة سهلة وبطريقة جديدة وفي منتهى الجمال. بلفة جلاش واحدة هتطلعي الصنف الممتاز ده لحلويات رمضان. ورق الجلاش واحدة هتعملي بيه حلويات رمضان سهلة وسريعة ومنجزة. عملنا الجلاش بكذا طريقة على القناة، عملناه سادة وعملناه محشي مكسرات وعملناه كمان محشي بالكريمة او القشطة. النهاردة هنعمله كده زي ما بيقولوا أساور الست. طريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة حاجة خالص. تعالوا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونشوف الطريقة بتاعتنا. وما تنسيش لو عجبك الفيديو تحطي لايك للفيديو، لو أول مرة بتشوفيني اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس واختاري كلمة الكل عشان يوصلك إشعار بكل وصفاتي الجديدة. ويلا بينا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا. وهنا انا جبت لفة الجلاش وقسمتها كده الاتنين زي ما انتم شايفين. وبعد ما هقسمها كده هبتدي ان انا احطها في فوطة جنبي واغطيها، كل ما اخد ورقة اغطي الباقي بالفوطة علشان الجلاش زي ما احنا عارفين بينشف بسرعة من اي هوا. خدت كده اول ورقة واحدة بس اللي باخدها وادهنها كده سمنة بالفرشة. تقدري تحطي سمنة على زيت على حسب ذوقك وزي ما تحبي، بس طبعا بالسمنة بيكون افضل. تنيت كده الورقة على نفسها كده وبعد كده برضو دهنتها تاني. وبعد كده جبت عود بقى خشب من اللي هي اعواد الشيش طاووق وبدأت ان انا الفها كده واسيب سنتي كده في الاخر وببدأ ان انا اكشكشها بالشكل ده. وبعد كده بروح شادة العود الخشبي ده واروح ضمها كده على بعضها داير ما يدور، يعني اطني الطرف الاول على التاني كده على بعض وبقت عندي بالشكل ده اهو كده زي ما انتم شايفين. بعد كده هحطها على صينية برضو مدهونة بالسمنة وهخلي الفتحة اللي انا قفلتها على بعضها يمت الصينية علشان ما تفكش معايا. هعمل معاك واحدة كمان، هي سهلة وبسيطة جدا ولما تعمليها مش هتاخد معاكي وقت. هدهن كده زي ما انتم شايفين، ولو ما عندكيش العود ده تقدري تعمليه بشاليمو، ممكن قلم رصاص بس يكون نظيف، وممكن تلفي عليه ستريتش راب كده وتعملي بيه. هتنيها بقى بالشكل ده اهو بقت معايا كده، شايفين سهلة وبتتعمل في منتهى السهولة. لو مستعجلة او جالك ضيوف وما عندكيش وقت هتعملي الوصفة دي، هتكون سهلة معاكي ومنجزة جدا. وانتي بتلفي كده الجلاش ما تلفيهاش قوي علشان تقدري ان انتي تكشكشيها وتخرجي الجلاش كده من العود بكل بساطة. يعني بنسيبها كده ايه مهوية شوية على العود الخشبي. برصها بقى في الصينية كده زي ما انتم شايفين جنب بعضها، وهي لازم تبقى جنب بعضها مزنقة كده علشان تسند بعضها وما تفكش. وهي بتنشف على كده وبتفضل واخدة نفس الشكل اللي احنا بنعمله ده. هعمل معاكم واحدة كمان وهحطها بقى رصهم كده كلهم في الصينية جنب بعض. وبعد كده لما اخلص هدخلهم الفرن ياخدوا وش كده من فوق ومن تحت، تاخد لون ذهبي حلو كده. بس قبل ما ادخلها الفرن بقى هبتدي ان انا برضو بالفرشة وادهن الصينية بتاعتي كده كلها سمنة. عايزة اقول لكم لفة الجلاش عملت معايا صينيتين من دي، يعني ما شاء الله رمت معايا كمية حلوة بالفرشة بقى. وهدهن الجلاش بتاعي كله كده بالسمنة زي ما انتم شايفين لما اشربه كله كده بالسمنة. وبعد كده دخلته الفرن وطلع معايا باللون الذهبي الجميل ده. لو عايزه تغمقي اللون عن كده تقدري تغمقيه. بعد كده هسقيه بالسيرب فور ما يخرج من الفرن، والسيرب بتاعي بيكون ساقع. السيرب ده عملته ازاي؟ كوبايتين من السكر مع كوبايتين من المية، واول ما بيغلوا بعد ما بيغلوا كده بضيف عليهم نص ليمونة. 10 دقايق كده بعد الغليان بطفي عليه وبضيف له كيس فانيليا واسيبه لما يبرد تماما. وبعد ما يبرد بدخله التلاجة. ببتدي اعمل الجلاش بتاعي، واول ما الجلاش يخرج من الفرن ببتدي ان انا اسقيه بالسيرب او الشربات. بصوا بعد كده بقى ايه ببتدي ان انا ازينه. انا هنا بزين بشوكولاته نوتيلا وحبات كده من مكسرات عين الجمل. طبعا تقدري تزيني بجوز الهند بسوداني باي مكسرات عندك زي ما تحبي اللي موجود عندك. تقدري تخليها كده ساده، ولكن هي الصنف ده او النوع ده لازم يتحشي من جواه كده. في ناس بتسميه اساور الست، في ناس بتسميه عش البلبل. المهم ان هي حلويات رمضانيه كده جميله. احفظي عندك الفيديو بقى علشان بامر الله كده تعمليه في رمضان، ولادك هيفرحوا بيها جدا. جميله وسهله وبسيطه وفي منتهى الجمال، وتقدري تحشيها باي حشوه موجوده عندك. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، سيبكم بقى في رعايه الله واشوفكم في فيديو جديد على خير. مع السلامه.